حاضر المملكة العربية السعودية أكبر من تاريخ دول. أنت مش جاي أتكلم على حضارات من آلاف السنين، مش جاي أتكلم على الحضارة المصرية، مش جاي أتكلم على حضارة المايا، مش جاي أتكلم على الحضارة الصينية، ولا جاي أتكلم على الحضارة اليمنية. أنا جاي أتكلم على حاضر المملكة العربية السعودية. رجل واحد من رجال منظومة ولي العهد والقائد الملهم وعراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان. رجل واحد جعل حاضر المملكة العربية السعودية أكبر من تاريخ دول. عدد زوار بوليفارد وولد فقط منطقة من مناطق موسم الرياض زوارهم اليوميين 59 ألف وكسور. 59 ألف زائر من مختلف دول العالم. فين مكان في العالم بيشيل الرقم ده يوميا؟ أنا ما كلمتكمش على بقية موسم الرياض ولا كلمتكم. عايز اسالك سؤال يا سعد، هو انت ما تعرفش تتكلم عن بلدك غير لما تجيب سيره مصر؟ طبعا ما عندكش الشجاعه اللي انت تجاوب، بس اللي احنا اتعلمناه بالبلدي كده، اللي بيتكلم عن حد كتير بيبقى شغله. انت دايما يا سعد بتتكلم عن مصر في اي فيديو ليك، بتتكلم فيه عن بلدك عشان انت عارف ان مصر دي في ليفل تاني عمرك ما هتوصل له. فالمقارنه دايما بتكون ما بين بلدك وما بين مصر. انت بقى في بدايه الفيديو بتاعك بتقول انا مش هتكلم عن الحضاره المصريه. انت اصلا يا سعد ما تعرفش تتكلم عن الحضاره المصريه، عشان الحضارة المصرية دي يا ابني عايزة دكاترة ومهندسين وعلماء جيولوجيا وعلماء آثار، وعايزة دكاترة يحضروا كتب ويقعدوا سنين يتكلموا عن الحضارة المصرية. إنما أنت مين يا سعد عشان تتكلم عن الحضارة المصرية دي؟ أنت كنت سواق تاكسي عندنا في اسكندرية. ثالثا بقى يا سعد، أنت فرحان ب 54 ألف سائح بيجوا عندك. يا سعد أنا بقالي 10 سنين عندي 15 مليون لاجئ، سوداني وسوري وعراقي ومن جميع الجنسيات. رغم كل الصعوبات الاقتصادية اللي احنا مرينا بيها عمرنا ما قفلنا بابنا في وش حد. بالنسبة بقى لشوية الأراجوزات اللي انت بتجيبهم بالمليارات عشان يجوا يعملوا لك الموسم بتاعك دول، احنا يا سعد لما بنحب نجيب حد من بره بنجيب رؤساء دول علشان نعمل مؤتمر نوقف الحرب على غزة. اتفرجت على المؤتمر يا سعد بتاع شرم الشيخ ولا ما اتفرجتش عليه؟ صعب عليك تعملها ده يا سعد، عشان ابو حنان لما بيجي لك ما بيجيش غير ياخد منك الجزية ويمشي. مع احترامي الكامل بقى لمعالي المستشار وفخامة الملك، هي الرجاله ما جاتش شرم الشيخ ليه يا سعد؟ يا سعد بدل ما تطلع تفتخر بفلوسك اللي رايحه على الارض دي، كان نفسي تفتخر بفلوسك وهي رايحه لاهالينا في غزه، لاعمار غزه، قوافل تروح لغزه، مش طالع تتكلم في هيافات. ما هو الهايف يا سعد ما بيتكلمش غير في الهيافه اللي زيه. نصيحه مني ليك بقى يا سعد، ما تجيبش كلمه حضارات تاني على لسانك، عشان انت لو تعرف يعني ايه كلمه حضارات عمرك ما هتقولها والله العظيم. كلمه حضاره دي يا سعد يعني الحاضر، مش جايه من الماضي، عشان احنا ماضينا حاضرنا، احنا اثرنا والحاضر بتاعنا موجود لغايه دلوقتي ما اختفاش. فعشان كده بيسموها الحضاره المصريه اللي هي حاضره الى الان. انما الحاضر اللي انت فيه دلوقتي يا سعد احنا ما يشرفناش اللي احنا نكون فيه عشان انت كنت في جره وطلعت لبره. اتكلم عن بلدك براحتك يا سعد، بس ما تجيبش سيره مصر عشان مصر اكبر منك ومن اي حد. سلام.